السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة من يوم 7 اكتوبر اللي فات لغاية اللحظة اللي انت بتشوف فيها الفيديو ده اكتشفت حاجات كتيرة قوي، ومنها ان انت كمستخدم لمنصات التواصل يعني زي الفيسبوك وانستجرام والتيك توك وغيرها من المنصات دي، سواء بقى كنت صانع محتوى او حتى مستخدم عادي، ان حضرتك زيك زي كده بالظبط العروسة اللي بيحركوها بايديهم زي العرايس كده اللي بتشوفها في الليلة الكبيرة، وانهم بالفعل متحكمين في كل حياتنا كمجتمع عربي. وانت مشاعرك كصانع محتوى مصري او حتى كنت عربي فيما يخص القضية الفلسطينية ودفاعك عنهم وتعاطفك معاهم، فحضرتك كده بقيت ارهابي وكلامك غير مطابق للمعايير. والمؤسف في الموضوع واسمح لي اقولها لك ان هما بيتعاملوا معاك ومتحكمين فيك، انا اللي اقولك تقول ايه وانا اللي اقولك ما تقولش ايه. هو ده اسلوبهم وطريقتهم اللي ماشيين عليها من زمان. تعالى انت بقى اتكلم عن اسرائيل وقول ان اللي حصل فيها ده ظلم للجيش وللشعب الاسرائيلي، فاحنا كده ندعمك ونقف معاك. وللأسف وفي النهاية تكتشف ان هي معايير شبه نسبية، وان مفيش ميزان اساسي واضح للعدل على المنصات دي. وانت كصانع محتوى عربي مفيش في ايدك غير شيء واحد بس، ان انت تقلع اللي في رجلك وتحطه في بقك. وده طبعا هدف هما بيسعوا عليه من زمان وما زال محطوط في اعتبارهم. هتعمل فيها شملول وهتتكلم وتفتح صدرك، فما تلومش غير نفسك. لما تلاقي كده كل صفحاتك على الفيسبوك اللي انت بتمتلكها اتقفلت او حتى قناة اليوتيوب، فللأسف وبصراحة العبارة احنا مسيرين ليس مخيرين. ومن هنا بقى احنا بنطالب بمنصة قوية لينا احنا كعرب، نقول فيها كل مشاعرنا ونعبر عن معاناتنا وتمثلنا احنا كوطن عربي، ونتكلم فيها عن الحقوق ونعبر عن مشاعرنا بكل حرية. وانا كعربي اقدر اعبر فيها عن مشاعري بخصوص اي دولة محتلة. لكن يؤسفني اقولها لك، لا قيمة لكل حساباتك على الميديا حاليا، ولا حسابك او صفحتك على الفيسبوك ولا حتى قناة اليوتيوب اللي انت بتمتلكها. وللأسف هيجي عليك وقت كده هتحس ان انت كنت مشدود بسلبة زي اللي بيتشدوا بيها الحيوانات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين وانصر اخواتنا في غزة. دمتم في رعاية الله وامنه. سلام.